السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده رجعت لكم بعد غيبة. قلت بقى اصلح حبايبي ان انا اعمل لهم حاجة حلوة كده تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم بإذن الله. احنا الفترة اللي فاتت ما عملناش مع بعض اي حاجة لان كان انا عندي ظروف صراحة وما كنتش بصور. فقلت اصلح حبايبي النهارده واعمل لهم ايه، جاتوه. نعمل لهم نقول المسخسخة. إيه يعني بصراحة مش عارفة اسميها ايه، بس اللي اقدر اقوله لكم ان انتوا هتعملوا حاجة حلوة جدا، سهلة وبسيطة، وهنقول نوعا ما موفرة لانها رمت معايا كمية كبيرة جدا، فتعتبر موفرة. شايفين ما شاء الله الخرطة بتاعتها بتطلع كده مربعة، مش مقطعة نظام الجاتو، مقطعة نظام زي بلبن كده ما بيطلعها في القطع في العلب كده، تكون مربعة كده وحاجة كده تملى العين. فإن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله بإذن الله لما تجربوها. شايفين حاجة كده طرية جوسي، الكريمة بتاعتها طعمها حلو قوي. بصراحة مش هقعد اقول لكم حلوة او مش حلوة، لكن هي بجد هتعجبكم جدا. فانا عايزاكم تجربوها وتقولوا ايه رأيكم في التعليقات، وان شاء الله تبقى سهلة وبسيطة ومكوناتها برضو على قد الايد. في نفس الوقت مغذية، بنعمل حاجات برضو نضيفة في البيت. يعني انتوا عارفين ان احنا دلوقتي الاقتصاد بتاعنا تعبان، فعلى قد ما نقدر نعمل حاجات حلوة ما نحرمش ولادنا، وفي نفس الوقت تبقى موفرة وحلوة جدا معانا. تمام كده. هنخش مع بعض على المقادير ونشوف هنعملها مع بعض ازاي بإذن الله تطلع ناجحة معانا. اول حاجة معايا في المقادير 3 كوبايات دقيق، طبعا لازم نكون نخلينه كويس. تاني حاجة هنجيب كوباية سكر، كوباية سمنة على زيت، معلقة خل، كوباية لبن، فانيليا، 1 بيكنج باودر او محسن كيك، و5 بيضات. هي دي كل مكوناتي في الكيكة. قبل ما هشتغل انا هولع الفرن على درجة حرارة 180، الرف الاوسط ان شاء الله. هناخد بقى الخلاط، هنضرب كل حاجتنا في الخلاط. معايا ال5 بيضات، هحطهم في الخلاط. وطالما قلنا بيض يبقى هنحط معاه الفانيليا، هنحط نقطتين كده فانيليا سايلة، ولو مش متاح الفانيليا السايلة هنحط الباقي الفانيليا العادي. هناخد في الخلاط بتاعنا دلوقتي نضربهم لحد، اهم حاجة اللي بس لون البيض يفتح معانا. نضربهم 3 ضربات كده ولا حاجة لحد ما لون البيض يفتح معايا. بعد ما ضربت البيض وبقى لونه فاتح معايا، هنزل بكوباية السكر وابتدي اضربه تاني مع البيض. كده تمام، اللون فاتح برضو معايا، ضربناه ضرب كويس. هنزل بقى بكوباية السمنة على الزيت، ممكن تحطها زيت خالص او ممكن سمنة، بس هنعمله الميكس الزيت مع السمنة كده، وهي كده كده كوباية مش كتيرة. فنعمل ميكس الزيت مع السمنة كده بيدينا نتيجة حلوة قوي. هنديهم برضو نضربهم ضربة كده في الخلاط معانا. اظن كده كل حاجة سهلة معانا في الخلاط وبكل سهولة. نبدأ نحط كوباية اللبن ونديها برضو في نفس الوقت ضربة تاني. كل ما بنحط مكون نبدأ نخلطه مع المكونات التانية، نضربه ضربتين تاني في الخلاط. احنا كده خلصنا الخطوات معانا ودمجنا كل المكونات. هنبتدي المواد السائلة كده نركنها على جنب، ونشوف بقى دي. انا معايا 3 كوبايات دي، هنحط عليهم رشة ملح بسيطة، يا دوب كده ايه، حاجة خفيفة كده. وهنحط معانا الكيس البيكنج باودر او محسن الكيك المتاح، ده او ده بيديكي نتيجة كويس. وهنبتدي نلفهم كده مع بعضيهم عشان يختلط معانا في الدقيق. نبتدي بقى ننزل بالخليط اللي احنا ضاربينه. شايفين اهم حاجة خطوة ان احنا نضربه كويس في الخليط عشان يبقى اللون معانا فاتح كده وهاشش. نبدأ ننزل كده بالخليط واحدة واحدة على الدقيق، ونبتدي نلف كده الخليط مع الدقيق بتاعنا.
ننزل كل ما بننزل بشوية نبدأ نقلبهم لحد المكونات الخليط معايا ما يخلص. طبعا احنا مقاديرنا مظبوطة وان شاء الله القوام بتاعهم هيطلع زي ما احنا عايزين بالظبط طالما مشينا على الخطوات. نديهم تقليبتين تلاتة كده، المهم ان الدقيق يبقى معايا مش باين، ونجيب اهم حاجة بيبقى فيه دقيق تحت. نبتدي نلفه شوية كده لحد ما القوام يبقى متجانس معايا وكل السوائل دبت في قلب الدقيق. نبدأ بقى ننزل بمعلقة خل، دي بتفرق جدا في التسوية بتاعة الكيك معانا، بيخليه في السوا كله مساحة واحدة في السوا، بتديله هشة كده وبتنطر الزفارة. لو في للبيض مثلا الفانيليا مش قوية، دي برضو بيعمل معانا ايه نتيجة كويسة الخل. تمام كده. انا دلوقتي جبت صينيه دهنتها زيت وقمت مديها رشه دقيق كده بدرتها، وهنزل معانا بالخليط. شايفين الخليط معانا قوامه حلو، لا هو تقيل ولا هو خفيف، متوسط معانا كده. ننزل بكل الخليط معانا واحده واحده كده، ونبتدي ايه، نوزعه في الصينيه بتاعتي ديت مقاس 30 في 40. تعمليها بقى الصينيه البايركس او الالومنيا، وعلى فكره الالومنيا بتبقى حلوه جدا في التسويه بتاعت الكيك، احسن من البايركس. هنبتدي نديله هزه كده معانا، وطبعا عشان هي مش ألمونيا مش عارفة ارقعها لفوق وانزل بيها، فهبتدي اديها فتحات كده بالسكينة عشان ميبقاش فيها فراغات، وهزاها هزتين وعلى الفرن بتاعنا زي ما احنا اتفقنا 180 على الرف الاوسط. كده شايفين ما شاء الله طالعه كلها سوا واحد. انا اديتها خرام كده بالسكينه او بالشوكه عشان اعمل لها فتحات، وهجيب معايا كوبايه لبن وابتدي اسقي معانا الكيكه. الخطوه بتاعه اللبن دي خطوه مهمه جدا، لانها بتطري معايا الكيكه وبتخليها طعمها بيقلبها الجاتو مش كيكه. تمام. فالخطوة دي مهمة جدا. ممكن بقى لو انت عايزاها مسكرة ممكن تحطي معلقة سكر على الحليب. مش مسكرة، هو الحليب كده كفاية. هي الكوباية بتاعتي كده، وابتدي اوزعه معانا زي ما احنا شايفين كده. بعد ما سقيتها بالحليب هبتدي اركنها بقى، واخش على الخطوة التانية. الخطوة التانية بقى ان احنا هنعمل الكريمة اللي هنحطها، اللي هو الكريم شانتيه اللي هنحطه على الكيكة بتاعتنا. انا معايا كيسين دريم، هنحطهم. وطبعا انا مش هزوده سكر لان دوت مش خام، ده بيبقى عليه السكر بتاعه. هنحطهم كده الاتنين مع بعضيهم، وهجيب كوباية لبن، بس اهم حاجة تكون متلجة. لو مش موجود اللبن او مش متاح ممكن نحط مية متلجة عادي، بس اهم حاجة يكون متلج. وهجيب المضرب بتاعي، هديهم بس تقليبة كده عشان البودرة ما تطرش كده تقلب لنا الدنيا. وهبتدي بالمضرب اضربه. لو مش متاح عندك مضرب عادي جدا بتحطي دوت في الخلاط وبتضربيه، بيديكي القوام جميل جدا وكأنه مضرب بالظبط. يعني احنا مش عايزين نوقف نفسنا على حاجة، كل الأدوات تبقى متاحة معانا. نفس النتيجة بتاعة المضرب هتديكي نفس نتيجة الخلاط. اعمليها كده أو كده. تمام. أول ما يديكي يتماسك معاكي كده ويعمل منقار، يبقى كده ايه الكريمة بتاعتنا تمام. أهم حاجة بس ما تحطلهاش سكر لأن دي بتبقى مسكرة. بعد ما ضربتها وبقت قوامها جميل معانا كده، هبتدي بقى أنزل معايا على الكيكة بيها، وهوزعها. نوزعها بقى كده كويس على الكيكة بتاعتنا. طعم الكريمة بجد كان تحفة جدا لأنه أنا مش مسكراه. وحاولي إن الكريمة بتاعتك ما تبقاش مسكرة، حتى لو جبتها خام حطي مقدار سكر صغير. تمام. هنبتدي بقى نسويها كده لحد ما نوزع الكريمة على الكيكة كلها، وابتدي أركنها. زي ما احنا اتفقنا، عندنا مانجا هنشتغل بالمانجا، عندنا فراولة هنشتغل بالموز، بتبقى طعمها تحفة جدا برضو بالموز. الفاكهة المتاحة هنشتغل بيها. انا النهاردة انا بحب المانجا وعندي مانجا، دي المانجا الناعمة. هبتدي اقشرها عادي جدا وهبتدي اقطعها. نشيل بس من عليها القشرة كده ونقطعها. انا بعد ما قشرتها هبتدي اخدها كده، اعمل لها فتحات بالسكينه واقطعها مكعبات بالطريقه دي. اقطعها بقى زي ما تريحك، تقطعها شرايح وبعد كده تقطعيها، تعمليها تشرحيها كده يمين طول وعرض، تقومي مقطعاها قطع الطريقه اللي تريحك اعملي بيها. المهم ندينا ايه النتيجه واحده ونقطعها بنفس الشكل ده. تمام كده. بعد ما قطعت المانجا هاخدها المانجا معايا كده، وابتدي احطها على الصينية بتاعتي على الكيكة بتاعتي، واوزعها كده عشان تبقى كلها فاكهة.
انا خلصت كده المانجا معايا، هبتدي احطها في التلاجة تجمد شوية والكريمة تتماسك. واخر خطوة اللي احنا هنعملها دي، هنجيب كيسين جيلي مانجا، لان احنا حاطين مانجا فهنعمله جيلي مانجا. هنحط كيسين، وانا بحب الجيلي بقى مسكر شوية ويبقى فيه السكر بتاعها. على كل كيس هحط معلقة صغيرة. وهجيب المفروض الكيس بياخد كوباية مية، يعني الكيسين ياخدوا كوبايتين ساقعة وكوبايتين سخنة. لا انا هحط كوباية ونص بس عشان يبقى القوام متماسك. ادي اول كوباية سخنة، كوباية ونص. واهم حاجة ما احطش بقى المية الساقعة دلوقتي. اهم خطوة في الجيلي ندوب كويس الجيلي في المية السخنة، عشان الخطوة دي مهمة جدا. احنا بنحط ده على ده ما بيبوش الجيلي كويس، فاحنا نبوش الجيلي في المية السخنة كويس زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده ننزل عليه بالمية الساقعة. اول ما داب معايا واتاكدت ان هو داب تمام كده، اخش بقى معايا على بالميه الساقعه، كوبايه ونص برضو ميه ساقعه. بس كده ادي الجيلي بتاعي معايا خلص. اسيبه بقى يبرد شويه، اتاكد بس من الخطوه دي ان الجيلي برد معايا علشان ما يسيحش الكريمه. دي خطوة مهمة جدا يا جماعة، عشان ما نبقاش عاملين الحاجة ومكلفينها ومستنين نتيجة حلوة وتيجي خطوة بسيطة كده تبوظ لي الدنيا. لا احنا ناخد من بالنا من كل الخطوات دي، ان دي حاجة يعني بسيطة، يتهيألك ان هي بسيطة، بس لو حطيتيه وهو سخن او فاتر كده بتلاقي الكريمة ساحت معاكي. احنا مش عايزين نقع في الاخطاء دي. بس كده ادي الصينية معايا بقت تمام التمام بعد ما حطيتها في التلاجة حوالي ساعتين تلاتة. وابتدي اقطعها وناكلها بقى بألف هنا وشفا. بصراحة يا جماعة الطعم تحفة، كانت موفرة جدا ورمت معايا كمية كبيرة جدا. لو معايا عندي ضيوف بجد هتشرفك جدا قدامهم. ولو ما فيش ضيوف بتعملها لولادك، حاجة حلوة جدا، لان بصراحة بلبن عامل لهم هسهس في دماغهم. كل ما بيطلع حاجة ان شاء الله نعمل للتجارب بتاعتهم الجديدة دي ونشوف مع بعض منا بنعمل حاجة حلوة بنسعد بها ولادنا، وفي نفس الوقت بنوفر. احنا الحاجة بتتكلف، ولكن بترمي معانا كمية اكبر بكتير من اللي بره، بتبقى لها نظيفة وحلوة. وفي نفس الوقت في بيتك لا بتروحي ولا بتيجي ولا الكلام دوت. احنا في ظروفنا الصعبة دي عايزين نوفر معانا شوية. فاحنا بنتمنى ان شاء الله ان يكون اللي انا عملته معاكم الحاجة الحلوة دي تكون عجبتكم. بحبكم في الله، في فيديو جديد اخر واشوفكم بامر الله. اسيبكم على خير وفي رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.